يسعد مسايكم ويا أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم ومن سيربح المليون. جمهورنا اليوم ضيفنا في الحلقة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. أهلا وسهلا فيك أخ حيدر. أخ حيدر، في عندك 15 سؤال بيوصلوك المليون، في عندك 3 وسائل مساعدة: حذف إجابتين، أو إذا بدك تستعين بصديق، أو تستعين برأي البرلمان أو الجمهور. في عندك كمان فرصة لحتى تنسحب كيف ما بدك. إذا جمهورنا خلونا نكفي المشوار مع الأخ حيدر العبادي وبرنامج من سيربح المليون. كمان بدنا نرحب برفيق حيدر العبادي إياد علاوي، إجا معه لحتى يشجعوا في هالمشوار من برنامج من سيربح المليون. إذا جمهورنا بنبدي مع الأخ حيدر العبادي رئيس وزراء العراق في هذا المشوار، ومع السؤال الأول: متى تتحسن الكهرباء؟ 2100، 2200، سنة 2300، سنة 2400. بصراحة يعني الكهرباء وضعها كلش داج، ما اعتقد انه تتحسن حتى بال 2500، فاختار الاختيار الرابع. كتير من الجواب ان شاء الله. اذا اختيار حيدر العبادي للجواب رقم 4 جواب صح، صاروا 200 ريال. ننتقل إلى السؤال الثاني، وهو: متى يتحسن الأمن في العراق؟ 2400، 2500، 2600، 2700. أعتقد ماكو أمان بالعراق، وأتمنى أنه تكون هناك اتفاقيات جديدة في المستقبل القريب لحل هذه المشاكل الأمنية، فأيضا هو الاختيار الرابع. جواب نهائي. جواب نهائي. جواب صح، صاروا 400 ريال. أخ حيدر العبادي، لسه في عندك 3 وسائل مساعدة ما استخدمت ولا واحدة منهم: الاستعانة بالجمهور، أو حذف إجابتين، أو الاستعانة بصديق. بننتقل إلى السؤال الثالث. السؤال هو: ما هو الحل الوحيد لوضع العراق العشبة، القنفة، الشعبة، اللفة؟ يعني هذا سؤال صعب جدا. يعني أتمنى أن أستعين بصديق إلي إبراهيم الجعفري، هو يعرف هذا السؤال. إذا بنطلب من البرنامج أن يتصل برفيق حيدر العبادي إبراهيم الجعفري لحتى يساعدوا بالجواب. ألو، مساء الخير. أخ إبراهيم الجعفري، معك جورج إبداحي من برنامج من سيربح المليون. فيه رفيقك حيدر العبادي محتاج لمساعدتك، ومعكم 30 ثانية لما بيبدأ حيدر العبادي بالسؤال. تفضل حبيبي إبراهيم، إذا تسمعني. السؤال هو: ما هو الحل الوحيد لوضع العراق العشبة، أم اللفة، أم الشعبة، أم القنفة؟ بصراحة هذا سؤال كونفوشيوسي، يعني ما أعرف شلون أقول لك، بس أكيد هو القنفة. القنفة هي تقوم بإصلاحات كثيرة للشعب العراقي، وأيضا هناك تنسيق في المستقبل إن شاء الله. سوف نعطي إلى كل عائلة عراقية قنفة من الممكن أن تحل من خلالها كل المشاكل المستعصية لإخراج القنفم من عنق الزجاجة. لسه في عندك وسيلتين مساعدة: استعانة برأي الجمهور، أو حذف إجابتين. أنا أفضل أيضا أن أخذ رأي البرلمان والجمهور.
إذا جمهورنا حضروا حالكم للأخ حيدر العبادي. السؤال هو: ما هو الحل الوحيد لوضع العراق؟ هل هو العشبة أم القنفة أم اللفة أم الشعبة؟ البرلمان أعطاك نسبة 95%. الاختيار الثاني هو القنفة. أنا أشوف أنه يعني أستعمل الوسيلة الثالثة وهي حذف الإجابتين. إذا بنطلب من الكمبيوتر بيحذف له إجابتين للأخ حيدر العبادي من السؤال، وهو: ما هو الحل الوحيد لوضع العراق؟ غريب، حذف لك الجواب الأول وحذف لك الاختيار الثاني. ضل عندك الاختيار الثالث والرابع: القنفة أم العشبة؟ أنا أفضل أن أمشي مع رأي الجمهور ومع رأي صديقي إبراهيم الجعفري. الجواب هو رقم 3، القنفة. للأسف أخ حيدر العبادي، بتمنى لك الموفقية من جوات قلبي. الجواب خطأ. الجواب الصح هو العشبة هي الحل الوحيد لكل أوضاع العراق.